تعرف إن جامع الأزهر مرسوم على أعمدته صليب؟ بس هو مش جامع الأزهر لوحده، ده في جوامع كتير إسلامية مرسوم على الأعمدة بتاعتها صليب. والله خد عندك زي جامع بيرسبي وجامع الصالح طلائح وجامع أدبوغ المرداني. ودي حقيقة سبب وجود الصلبان على أعمدة جامع الأزهر زي ما قال علماء الآثار إن اللي بنى جامع الأزهر جوهرة الصقلي. وجوهرة الصقلي لما كان بيبني جامع الأزهر كان مستعجل، فاضطر إن هو يشتري أعمدة من كنائس خاربة. وجوهرة الصقلي نفسه مرضيش يزيل الصلبان ديت عشان ما يشوهش المنظر بتاعها. وده يدل على التسامح وإن الحضارة الإسلامية ليست متعصبة. أما باقي الجوامع الإسلامية اللي موجود فيها الصلبان فبرضه انتقلت الأعمدة اللي مرسوم عليها الصلبان من كنائس خاربة، وده كان عادي في العمارة الإسلامية. صلاح الدين القائد العظيم لما جه يجدد ويزود في أسوار القاهرة ويجددها استخدم أحجار من معابد فرعونية خاربة وخد الأحجار بتاعتها. عشان كده لما تروح باب النصر وتطلع فوق هتلاقي مرسوم على حجارته رسومات فرعونية وآلهة فرعونية. وده بيدلل على إنهم ما كانش بيهدموا كنايس عشان ياخدوا الأعمدة بتاعتها، ولو كانوا بيعملوا كده ما كنتش شفت كنيسة لغاية دلوقتي واقفة على حيلها. لكن كمية العمارة الإسلامية لوحدها كافية بهدم كل الكنائس اللي موجودة في مصر والشام وكل الدول الإسلامية. ومفيش أدل من كده غير الكنائس الأثرية اللي موجودة لغاية دلوقتي واللي من زمن سيدنا عمرو بن العاص. واستنوا الفيديو الجاي عن الإمام الشافعي. اشتركوا في القناة ودعمونا باللايك.